اه السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ لسه صاحي من النوم، الدنيا مش مظبطة معايا خالص، وطلع على صوت ترزيع. فاتصدمت لما طلعت لقيت الدنيا مقلوبة. فهبدأ معاكم الفيديو دلوقتي. الفيديو ما كانش في الحسبان خالص، فهي كده. أهم حاجة اللي جديد معانا في القناة يشترك ويعمل لايك، واللي معانا في القناة يعمل لايك وصلي على النبي في كومنت. وتعالوا اوريكم الصدمة اللي أنا شفتها دلوقتي، ونكتشف كل حاجة مع بعض، لأن تعبه كله راح بغمضة عين. يلا بينا. طبعا طلعت لقيت كل حاجة زي ما انتم شايفين كده. البتاع اللي هنا مفكوكة، كل ده اتفك، وده واللي هنا اتفكت يا كمان اهي اتفكت، بس بتتعمل الناحية التانية. الله ينور عليك يابا. بس مكانها كده يبقى أحلى. مكانها هنا كده يبقى أحسن. اه الله ينور. كل حاجة اتفكت هنا. هنا هتبقى في الشمس، اللي اكتشفت ان ده يبقى في وش الشمس على طول، والحمام بقى في وش الشمس هيتبهدل. الحمام هيتبهدل وهيبقى في الشمس، فابويا بيقول لي يبقى حرام وما حرام، قام ناقلها هو هنا. وبطلق دماغي، انا كانت دماغي واقفه، ما اعرفش انا عملت الحاجات دي ازاي، بس ده التفكير الصح وده الشغل الصح. هو فهنا كله هيتعمل اللي هو مش خطوه بخطوه مع بعض، وكل حاجه بتتعمل. هنا الايام هنا دي كده احسن، الايام دي كده احسن. تشغيل الدماغ واجب برضه الله. والحباسه هتشال من هنا وهتتحط هنا. كل ده ما كانش في الحسبان وربنا. ودي يعني هيتعرج بقى فوق وعامل زي طبلية كده، عشان لو جبت قفص فوق ما ارجعش اعاني من تاني ولا كده. فاهمين؟ دي كلها اشكال تاني. هو الموضوع ملذ والله. انا اهو طبعا جارة الست لازم اوريها لكم، يعني لازم نصبح جارة الست. وطبعا هو والله انا طلعت اتفاجئت باللي هو عامله، اقسم بالله ما كانش في دماغي خالص اي حاجه من دي، بس طلعت اتفاجئت من الموضوع ان هو عامل كل دوني. فبقول له طب ليه؟ امال ليه ده تعب؟ ده انا اتمرمطت ما اتمرمطت. قال لي ده كده احسن وانضف، عشان الحمام يبقى في مكان احسن، عشان الشمس الشباك ده يبقى حلو تعرف تطير منه تنزل منه كل دوني. فبقول لي جت في دماغي كده قمت عاملها لك. قلت له طب كنت فين في الاولاني؟ اتمرمطت وطلع عيني فيديو ومرمط. بس باذن الله تبقى حاجه حلوه يعني، باذن الله اما ادخل اشوف الفيديو تعالى. والسطح اتبهدل والدنيا باظت، الدنيا اتمرمطت. استنى اثبت التليفون واجي. ماشي ماشي. طب والحته هنا دي مظبوطه وواسعه صح؟ دي لا ضيق، ما اللي ضيق عندك والله. ماشي. انزل اعمل لك شغل، ما اعملوش شاي. انا عايز ميه ماشي ماشي. بص خد الشطفة ده عندك، الشطفة الضيق ده ها. مش مطلع في البوز باين. ماشي. هو كده. بص وفي حاجة تانية؟ تطلع خلاص. السلم بقى الظاهر ده اهو. هتاخده عندك. ماشي. من عندك. اسحب بوزك كده، تجيب لك بوزه هنا. اسحب بوزه هنا كده، اسمك عندك اهو. لا يجيب لك بوزه. ماشي. انت بوزه. ما كده لازم تطلع عندك. ماشي. وانت المايك بعيد بقى. اطلع انت على السلم وارفع فوق.
هتفك تخلع يعني؟ لا فوق خالص. ايوه ده اللي بتكلم فيه. هي خبر كويس عليه. اهو اهو اصحى. ما انت كمان مش عايز تخلع المرايه. اسحب عندك تاني. طلعت لك كده عندك. اهو لا طلعت هات لي كده كمان سيبها لي. حط عندك فوق. لو وقعت على دماغها هتدقدق حال. امسك يا خبيك وقعد تصدمي هنا. ماشي خلي بالك. اتلوحت. لا عضلة فينا. معلش. سلك يلا سلام نط. انت عندك قد ايه؟ شبكة عندي يمكن لما قبل الطوبة ب 2 سم جوه. راكبة على طول 2 سم؟ لا داخلة جوه وفي فراغ 2 سم. اه كده كويسة يعني. لا كده حلو. بس اللوح لاف. معقول لا؟ مشكلة عادي بقى. ما هو أهم حاجة عندي الغرض. ماشي. بس ماشي. عملنا شكله. ايه ايه اعمل طبلين اهو. غيرت المكان. ما هو ابويا اللي عاملها كده عشان تبقى نازله بميلنا عشان الميه. الله يبارك لك كده. هاي المشمع عليه بقى هيتعمل عليه بقى ايه؟ تشد بسلايم من فوق الصمم بس مشمع؟ اصحابك انت. لا اطلع اعمل انت. لا عشان يبقى يطلع على البتوع ان شاء الله. حط لحن من بتوع الزفت الحلوق او الواحد من ده يمشي عليه. يحطه ويمشي عليه وسمر بقى ايه؟ ما امشي. على سلام. انت مستقل بيا ليه؟ عشان ما ترجعش. لا ما تقلقش. طيب اهم حاجه وعامة لو السمر له هنا دلوقتي نطلع اسمرهم انا دلوقتي عادي. سمر واحد هنا وحته هنا اهو. واحد في النص. خلاص ما عادش نروح اليمين ولا شمال، اللي يهمني بس. ماشي. وبعد كده العب على زي ما انت عايز. ماشي. طيب اهو كده كده ما محتاج حاجه جنب الحيطه ولا سكن حته. لا وبس كده ضغط. مسامير في. ماشي. اطلع اسمر لا استنى. الالواح. ايه لا اللوح ذات نفسه. طيب انا عايز ايه من هوتي. عارف قصير. بس احنا حسبناها غلط يابا. قلت له حته. حسبناها غلط. ليه؟ قال لي لا احنا كده المفروض كنا نعمل ده بحكم الاوضه لما لقيناها عشان نقفل الاوضه على العرق ما يركب فيه. العرق ولا انت عايز تبقى الاوضه اللي جوه المسافه دي يعني؟ مش اهم حاجه تشيل النص. يعني حك كده العرق خليه من بره من اهو من اهو من اهو لا تشين. هي المسافه كده تبقى حلوه. ما تشوف اللي انت اللي الحباس. بس ثانيه اما اجيب المتر. دي لقطه وخلاص اللي هو مزرون مين؟ اهو هي لقطه. قول 150. ليه من حاجه؟ عدت ال 150 ده من بدري. ده 180 وش العرق ايه؟ ماشي حلو. ماشي حلو. كده اهو ممكن اعملها ازاي؟ عادة برضه. يقول لك كمان هذا وصلت كمان. بس عايزين ايه نحكم دي يعني على وش الحباسه على طول. ما هو انت هتحط الحباسه هنقفل عليه. تثبت عليه. طيب طب كويس ان الحته بس اللي هتتقفل. ايه؟ الحته اللي فوق دي. ما هي ما بقول لك انا عايز الزبر لان المسافه كبيره. انت معموله كبيره قوي. كبيره. ممكن اللوح ده اصلا يتلغى. هي معموله كبيره على اساس ايه؟ انا عايز اعمل محيط يتعرض وبعد كده ايه؟ حد اللي انت عايزه بقى.
الاساسيات. دي بقى سيبه اساسي، احنا ممكن ما نعرفش الحته دي انا كريم العروق كبيره جدا. انما اللهم صل على النبي وجماله، الحته دي اللي هتتبروز، الحته دي ايوه دي اللي هتتبروز. وفي قطم وحوارات من دي، انا برضه كتير ان هي تعمل زي مشدات كده، فاهمني؟ على فكره لو عايز تحددها لغايه المسافه دي كده اهو نحددها، بس المشكله بس اللحمه مش عايز اقطع. طب ما تصلي على النبي، مش اللوح عرضه يجيب كده؟ يجيب، بس هو احنا كده عملنا القوام كده ما ينفعش تيجي كده. ايه ده؟ القوام؟ الشيلات العرقان. ايوه. عارف، ما انا كان نفسي كل تيجي كده كده عشان لما يجي المشمع يبقى شايل أيوة. كله ما يبقاش ايه سايط من النص. كده بقى هنيجي الناحية صح؟ عشان نيجي جنب الحيط. ايوه بقى خلاص. كله ده حمامة. الصلاة على النبي. تحس ان احنا في اجواء رمضان. ده عشان ما يجريش كده ولا كده، صح؟ معرفش بقى مع اللوح اللي هناك خلاص. اللوح اللي هناك كده يتصنع كده عشان ما يرجعش كده. طب نشدها قوي. شيلها. ترفع منه كده. خد بالك عشان الحمام والبيض. ترفع معايا كده ولا ايه؟ افتح ضلفه وترف. ماشي. يلا. لا خش انت براحة. انا عايز اتركسها كويس لان هتبقى بالخله. في الخله. خلاص نسيبها. سيبهم الوقت. قلت راجع عليك انت. استنى. ماشي. الله ينور، الله يبارك لك. طبعا هو لسه في شويه شغل والليل نزل خالص، وانا وراه دلوقتي مشوار، فانا هنزل اروح المشوار، وما اجي بالليل هطلع اشوف وصل لايه واكمل لكم تصوير. اما حاجه تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك لو انت جديد معانا، واروح المشوار ونرجع نشوف وصل لايه. الله المستعان. يلا. طبعا يا جماعه انا جيت امبارح متأخر واموت وانام، دخلت نمت قلت اما اطلع بكره اجيب اللقطه الاخيره، فانا لسه طالع عايز اشوف ابويا يعمل ايه، عشان متحمس جدا وعشان نقفل الفيديو على كده. وقتها يا ريتني ما طلعت. وفي ايه؟ استنى اما الف لكم الكاميرا. ابويا ما كملش اي حاجه في الدنيا. وقف على كده. طب نزل ليه؟ ما هو ملهاش حل تاني. اكيد نزل عشان ماتش الاهلي. والله انا اهلاوي بس فرحان الاهلي خسر، عشان اتضايقت تاني دلوقتي والله. لا حول ولا طب والحال فين هو وصل لمرحله حلوه يعني بامانه، يعني الله يعينه. ما عادش فيه الا حاجات بسيطه شكلها تتعمل بقى مع السلك
باذن الله. وهتشوف حاجه هنا خالص اهو، وفك البتاع اللي هنا، فك البتاع اللي هنا فوق. فانا كتر خير والله. بس هنا المكان هنا هيبقى احسن من هنا، والحباسه اتحكمت هنا اهي، هتبقى على وش الحباسه. يعني هكمل لما الفوق اساير لا اما صرامد، وهيبقى الجزء ده كله. والحته اللي فوق الحباسه دي انا بقى ممكن نبقى نشوف لها حاجه تانية نستخدمها في حاجه. وانا دلوقتي اقدر اقول لكم من نهايه الفيديو، لان الفيديو كده يبقى طويل، فانتظروا الجزء التاني باذن الله. واللي جاي حلو يبقى بقى تقفيل الصندوق وكلام من ده مره واحده كله باذن الله. واهم حاجه تصلوا على النبي، واللي ما اشتركش يشترك وتعمل لايك وتدعمني عشان اللي جاي حلو. وانتظروا الفيديو الجاي عشان الفيديو الجاي يبقى احسن من الفيديو ده 100 مره، لان انا ببقى مرتب له. انا ما كنتش مرتب له وجاي كده. ويلا مش تصلوا على النبي، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.